ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الفطاير الجميلة دي؟ شايفين الاشكال الروعة دي؟ وتحفة كمان. دول انا مش جبتهم من الفرن يا جماعة ولا حاجة ولا اشتريتهم من بره. دول انا عملتهم بكيلو دقيق بعجينة سهلة جدا، عجينة اقتصادية، والتشكيل كمان اسهل وهنتعلمها مع بعض بكل سهولة. يعني انا عملت فطاير بكيلو دقيق بالظبط هتكفينا تقريبا 10 ايام. ولو عايزة تخزني منها في الفريزر خزني. شايفين الطراوة وشايفين النعومة؟ شايفين الاشكال؟ جميل جدا جدا جدا، هينفع للولاد لللانش بوكس، هينفع تقديمات. فطاير وانتي قاعدة مش هتاخد في ايدك نص ساعة، وكلها سهلة وبسيطة، والاشكال كمان هتتعلميها وهتبقي بقى يعني هتفتحي مشروع رهيب بقى من البيت. وده كله يعني بشوية لبن رايب عندي مش كتير، وشوية دقيق. مفيش زبدة يا جماعة، مفيش بيض، مفيش حاجات يعني صعبة عليكي، وكل الحاجات دي كلها موجودة في البيت. والحشوة زي ما انت عايزة. يعني لو عايزة تحطي فيها حاجات حادقة حطي فيها، لو مش عايزة خلاص، لو عايزة حاجات سادة مفيش مشكلة. اهم حاجة ان هي فطاير سهلة وخفيفة جدا وصحية، ما فيهاش دهون كتير، ما فيهاش حاجات معقدة. كل حاجة من البيت، والتسوية كلها واحدة، وهتبقي يعني ست بيت ممتازة في المعجنات. شايفين الاشكال دي كلها؟ ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك. يلا نعمل الطريقة ونسمي بسم الله. انا معايا كيلو دقيق، حط عليه ذرة ملح، دي ضرورية جدا، اهم حاجة. ومعلقة خميرة كاملة، خميرة فورية. انا واثقة في الخميرة بتاعتي وعارفة ان هي جديدة، فمش هختبرها. حط عليها 3 معالق سكر ومعلقة لبن بودر. اللبن البودر حلو جدا يا جماعة في العجينة، يعني ما تستغنوش عنه، دايما خلوه في البيت موجود. وباكو كيك شيف علشان عليه محسن خبز، ونص كوباية زيت. وهحط بقى كمية اللبن اللي عندي، هي تقريبا 400 جرام لبن رايب. هنعجنهم مع بعض هننزل باللبن كوباية كوباية. هفضل اعجن في العجينة لغاية لما ايدي يعني تلاقيها طرية شوية مع العجينة، يعني ما تكونش ناشفة قوي وما تكونش يعني طرية قوي. لسه هحتاج كمان. حطيت كوباية مية عليها علشان لقيت العجينة لسه يعني يابسة شوية. هفضل اعجن فيها كويس جدا، يعني لمدة 10 دقايق. العجينة دي بتبقى طرية وبتبقى هشة، مش لازم تبقى يعني تقعدي تعجني فيها كتير وتلتي وتعجني. لا، هو اللبن الرايب هتلاقيها منها لنفسها كده، يعني في خلال 4 5 دقايق هتلاقيها طرية معاكي جدا جدا ولينة زي اللبان كده. هنغطيها بقى بالستريتش رول او بأي غطا عندك، وتحطيها في مكان دافي. انا بقى غطيتها وسبتها تاخد راحتها خالص خالص، وعملت الغدا وكل حاجة. كشفت عليها كده بقى، تعالوا نشكلها مع بعض. انا هاخد منها تقريبا كور، هحطها على صينية، هدهن الصينية زيت، وهطلع منها كور. الكورة تقريبا يا جماعة هتبقى من 30 ل 40 جرام. يعني بصوا هي كده ايه بالويم، بس انا عارفة ان دي من 30 ل 40 جرام. انا بعملها دايما. هنعمل كور يعني متوسطة، تقريبا 20 جرام، وهتعرفوا ليه دلوقتي. وكور 40 جرام، كور 30، يعني عادي، مش لازم. يعني انت لو عايزة الميزان اللي هو الرقمي اوزنيها، بس انا خلاص انا اتعودت على الموضوع ده. انا دهنت زيت على العجينة من فوق علشان وشها ما ينشفش. جبت بقى دي تقريبا 400 جرام كمان عجوة، وعليها معلقتين زبدة. هدوبهم مع بعض، مش لازم احطهم في الميكرويف او اسيح الزبدة. هي ناعمة وانا مطلعاها من التلاجة تقريبا بقالي ساعتين. خلاص هعجنهم مع بعض كويس جدا. وهكور كمان العجوة كور صغيرة، يعني تقريبا كل كورة 20 او 30 جرام.
على حسب انت عايزاها ايه. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. الفيديو ده مهم جدا 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 لكل ست بيت شاطرة او اي بنوتة عروسة جديدة لسه هتتعلم. الفيديو ده هيفيدك جدا جدا، حتى لو هتعملي شكل من الاشكال اللي انا هعملها. يعني يا ريت يا ريت يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا الفيديوهات لاصحابكم وتوريهم الفيديو لو عجبكم. تمام. اول حاجة بقى هنعملها اللي هي بيقولوا عليها في الافران ترسة الافران. ترسة. هنفرد كده زي ما انتم شايفين، وهنبطط العجينة، العجوة، وبعد كده هنلفها زي ما انتم شايفين. اسفة. خلاص. ده قمع بتاع كريم شانتيه، انت عندك اي حاجة اعمليها بيها، اضغطي عليها كده من النص، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. هنجيب المقص وهنقطعها زي الوردة. دي اسمها ترسة الافران. شايفين انا قطعتها ازاي؟ ما تقطعهاش خالص بقطاعة، لقطاعة هتخلي العجينة تفلت شوية منك، مش هتبقى لطيفة ومش هتبقى كويسة. العجينة التانية هنفردها كده بالنشابة او بالمردنة زي ما انتوا بتقولوا. ما تنسوش اللايك يا جماعة. وهنفردها كويس جدا كده وهنحطها في النص. ركزوا جدا يا جماعة في الحاجات اللي انا بعملها. شايفين؟ نعمل ترسة تانية بقى. لازم نفرد اطراف العجينة تبقى من بره رقيقة جدا، عشان لما نيجي نلمها ونيجي نغرز فيها القمع، يعني تبقى تقيلة من فوق. اللي قبل دي كانت العجوة باينة قوي، هتشوفوها دلوقتي. دي طلعت مظبوطة شوية. اسفة يا جماعة على الصوت، انا عندي برد شديد، فيعني اعذروني واعذروا صوتي. الناس كلها. خلاص شايفين هي كده واضحة شوية. شايفين بقى بالمقص شكلها عامل ازاي؟ تحفة يا جماعة. وفي التقديم، ولو يعني لو حطيتي منها للولاد في المدرسة شكلها تحفة. تحفة. بس ما تنسوش يا جماعة لما تدوا ولادكم حاجات زي دي في المدرسة، يا ريت تعملوا حساب الولاد معاهم اللي هم اصدقائهم اصحابهم. في ناس ما بتبقاش عندها قدرة ان هي تعمل الحاجات دي، فيا ريت يا ريت يعني معذرة يعني ادوا لاصحابهم. يعني اعملوا حساب اصحابهم في الحاجات اللي زي دي، في اي حاجة اي حاجة مميزة. ربنا يحفظ ولادنا يا رب من كل شر ومن كل سوء، وربنا يجعلها ان شاء الله ان شاء الله سنة النجاح عليهم كلهم يا رب، ويفرحنا كلنا بولادنا. خلاص. دي بقى انا هعملها على هيئة ايه؟ كرواسون. جبت كده العجوة، فردت العجينة بالطول زي ما انتم شايفين، وحطيت العجوة بالطول، وقطعت الباقي شرايط بالقطاعة اللي هي بتاعت العجينة، وهنلفها كده زي ما انتم شايفين. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ممكن تضموها على بعض زي ما انا عملتها كده، او تسيبوها مفتوحة نص فتحة. بشكلها لطيف جدا جدا بعد السوا، بتبقى طعمها تحفة. الفطاير دي جماعة رهيبة. رهيبة بجد. يعني انتوا لو عملتوها كل مثلا 10 ايام 20 يوم، وحطيتوا مثلا يعني على قد ما انتوا تاكلوا طبق، والباقي مثلا انتوا عارفين ان انتوا مش هتاكلوه، حطيها في علبة في الفريزر، وقت لما تطلعيها قبلها بنص ساعة هتلاقيها بردت كأنك لسه عاملاها. لو ما عندكيش مايكرويف تسخنيها او فرن، ممكن تعمليها على البخار بتاع المية. يعني تجيبي حلة تحطي فيها مية وتحطي عليها مصفى، وترصي الفطاير عليها كأنك لسه مطلعاها من الفرن حالا. هنعمل دي بقى برضو بالطول كده. شايفين؟ نفس اللي عدت بالظبط، بس دي بقى الشرايط هتبقى ايه؟ صغيرة شوية. يعني انا عملت واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. شايفين؟ الاشكال دي سهلة جدا جدا. فاي فطاير انتوا مش لازم تحشوها عجوة، اي حاجة ممكن تعملوها سادة، تعملوها جبنة براميلي، اي حاجة الولاد بيحبوها. في ناس بتحشي زعتر، في ناس بتحشي سبانخ، زي ما انتوا عايزين. بس احنا ما عندناش بصراحة هنا في البيت يعني ثقافة السبانخ دي. دي بقى فيونكة.
انتوا اخدتوا بالكم انا فردتها وحطيت قطعتين عجوة. خلاص، وقطعتها من النص وجبت الطرف ده حطيته على الطرف ده في النص زي ما انتوا شايفين كده. واللي انا قطعتها في النص الطويلة دي هتنيها لجوه اهي عشان يبقى شكلها فيونكة. انتوا شفتوها في الاول شكلها عامل ازاي؟ هي تحفة يا جماعة وسهلة جدا، مش صعبة. انتوا بس جربوا واحدة، لو باظت منكم تاني واحدة مش هتبوظ ان شاء الله. شكله حلو جدا جدا جدا. اشتركتوا في القناة ولا لسه؟ ما تنسوش يا جماعة اللايك وتشيروا الفيديو كمان. يعني قدروا تعبي ومجهودي يا جماعة، مش اكتر من كده والله. اهي يعني انا بجرب لكم واحدة تانية اهي كمان. فردت العجينة مدورة وحطيت نص العجوة هنا ونص العجوة هنا، شايفين؟ وتنيت من النص من الطرف ده على الطرف ده. ولازم تقفلي الطرف كويس جدا جدا جدا، اضغطي عليه جامد. ومن النص بين العجوة هنا وبين العجوة هنا تضغطي بصباعك كويس جدا. وتقطعي بقى من فوق اهو زي ما انتوا شايفين. الطرف ده هنحطه في النص والطرف اليمين كمان هنحطه في النص. تمام. وهنقلب العجينة اللي احنا قطعناها لورا. خلاص كده هي بقت فيونكة. شايفين؟ شكلها تحفة، شكلها جميل. يعني هي لوحدها عايزة تتصور، مش يعني الفيديو كله عايز هي لوحدها. انا هجيب بقى بيضة وشوية لبن وعليها معلقة نسكافيه وفانيليا، هقلبهم كويس جدا جدا مع بعض عشان ادهن الوش بيهم. عشان دي فطاير حلوة، لو فطاير حادقة كنت دهنتها زيت وفلفل احمر او بابريكا. لكن دي فطاير حلوة. المرة الجاية ان شاء الله نعمل فطاير حادقة بحاجات جديدة واشكال جديدة. بس انا عايزاكم تشجعوني وعايزة منكم تعليقات برأيكم، لان انا فعلا تعبت في الفيديو ده والله يا جماعة. شايفين شكلها ازاي قبل ما تستوي؟ شكلها يعني رهيب. شكلها حلو جدا جدا جدا. ممكن تحطي عليها سمسم من النص، ممكن ما تحطيش، يعني حسب ما انت عايزة. لو عايزة تحطي حبة البركة عادي مفيش مشكلة، يبقى شكلها برضو لطيف. خلاص. نعمل بقى الشكل التالت او الرابع، مش فاكرة هما كام شكل يا جماعة. هنجيب اتنين فوق بعض، عجينتين فوق بعض، وهنقطعهم لتلاتة وهنفردها كده طويلة. ايوه بالظبط كده. يعني ونقطعهم التلاتة طول بعض ونفس نفس الحجم. هنفردها كويس. نقطع بقى التلاتة جنب بعض وهنعملها ضفيرة. الضفيرة دي سهلة يا جماعة، في ناس بتستصعبها بس هي سهلة جدا. هنلزق التلاتة مع بعض من فوق، واللي في النص هنحطه ناحية اليمين. وبعد كده هنلاقي واحدة في النص هنحطها ناحية الشمال وهكذا. شايفين؟ مرة ناحية اليمين، واللي في النص اللي احنا جبناها من الشمال هنحطها ناحية اليمين. شايفين؟ مفيش حاجة صعبة والله، حاجة مسلية جدا جدا جدا. كأنك كده بتلعبي بالصلصال. والعجاين يعني العجين نفسه اللي في البيت والحاجات دي كلها، المعجنات قصدي، بتريح الأعصاب جدا لما بتيجي تشتغلي فيها. هعمل لكم إن شاء الله بأمر الله معجنات بالقرفة، لأن في ناس طلبتها مني كتير وأنا كنت عملتها قبل كده وناس دقوها مني. قالوا لي اعمليها، وإن شاء الله بأمر الله هعملها. بس يعني أفوق من دور البرد اللي عندي ده يا جماعة، دولي. خلاص، من يمين للشمال زي ما قلت لكم، اللي في النص دايما مرة يمين ومرة شمال. خلاص بقت ضفيرة سهلة جدا، سهلة جدا جدا. انت ممكن تلفيها وتعمليها وردة، بس انا بصراحة ما حبيتش كده، انا سبتها كده زي ما هي علشان اوريكم بس الشكل. بعد كده هتبقوا بقى خلاص، انتوا يعني اكيد شطار ما شاء الله عليكم، احسن مني بكتير. هتعملوها باشكال تانية كتير. دي بقى هعملها قرص عادية، اللي هي بيبقى فيها العجوة عادي، ما فيش اي افتكاسات فيها ولا حاجة، احنا متعودين عليها. هي كده كده العجينة خمرت ونفشت، فانا حطيت فيها يا دوب العجين بس ولفتها وخلاص على كده. انا حبيت بس اكتر الاشكال مش اكتر علشان يبقى شكل المعجنات حلوة. العجينة دي اقتصادية جدا وحلوة، واي حد في العالم ممكن يعملها، وباي نوع زيت تعمليها، باي نوع زيت.
دي بقى هاعملها مبرومة كده عادية 2 مع بعض ملفوفين على بعض، ممكن تلفيها وممكن تسيبيها زي ما أنا عاملاها كده. والعجينة دي كمان تنفع تتعمل عيش طويل، يعني هي انتوا لو عملتوها عيش طويل هتبقى كويسة جدا. يعني انت ممكن تعمليها من بالليل، هتطلع لك كمية محترمة جدا من العيش، ممكن تعملك مثلا 30 رغيف بالظبط. 30 رغيف بالظبط. المعجنات دي برضو طلعت كمية ما شاء الله محترمة جدا. استخدمنا منها وحطيت الباقي في الفريزر وطلعت سخنت. شايفين بقى الجمال لما طلع من الفرن عامل ازاي؟ انا عايزاكم يا جماعة تجربوا ولو حتى شكل، لو حتى شكل. العجينة نفسها سهلة جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة مش موجودة في البيت. وانا عايزة رأيكم ومحتاجة منكم شير للفيديوهات بتاعتي، ومحتاجة منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. يلا جربوا المعجنات وقولوا لي رأيكم. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول المدارس. شايفين الأشكال؟ شكلها حلو جدا جدا جدا. شكلها كده يعني تحسوا ان احنا دخلنا فرن كده، من اللي هو بتوع القاهرة، الأفران الكبيرة اللي بتبيع الحاجات الفرنسية.